السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم الدكتور محمود خميس، عضو الزمالة المصرية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأمراض الرأس والرقبة. في ناس كتيرة جدا بتسأل ليه نغسل الأنف بمحلول ملح سواء للأطفال أو للكبار. أولا غسيل الأنف ده بيحمي الغشاء المخاطي للأنف وبيقلل تورم الأغشية المخاطية وبيسهل على الجسم إنه يتخلص أول بأول من الإفرازات اللي هو المخاطي اللي موجود، وبيقلل من الإفرازات الخلفية اللي هي أحد أشهر الأسباب لمرضى الكحة بالليل خاصة مع الأطفال. غسيل محلول الأنف ده كمان بيدي فرصة للغشاء المخاطي للجسم إنه يبدأ يحصل ريجينيريشن او يرجع لطبيعته تاني مع الوقت. شفت للاسف فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب وعلى النت فيها اساليب غلط جدا في موضوع الغسيل. النهارده هنتكلم بكل بساطه عن الاسلوب العلمي الصحيح لغسيل الانف بمحلول الملح. اولا اجيب منين محلول الملح؟ محلول الملح ده متوفر، لا اما اجيبه جاهز من الصيدليه اللي هو بيتعلق في الوريد اللي هو حاجه اسمها محلول صوديوم كلورايد اللي هو 9/10%، وده متاح موجود في اي وقت. بس لما استعمله ما يكونش ساقع او بارد او موجود في التلاجة او كده، انا بحب الحاجه تبقى درجه حرارتها 37. طيب لو انا مش هجيب ده، في حاجه اسمها ميه بحر جاهزه زي الفيزيومير، الحاجات ديت ماريمير دي موجوده في الصيدليه، والبخاخات دي موجوده كتيره جدا ممكن تستعملها للاطفال خاصه اللي هم صعب ان انت تغسلي لهم محلول ملح في البيت. ممكن انا اعمل محلول الملح ده في البيت. اولا في اكياس بتتباع برضه اسمها الكا مصر، وممكن انا اعمل بيها محلول الملح وادوبه كده واستعمله. ممكن اعمل انا محلول الملح في البيت. بالنسبه للناس اللي هو محتاج يغسل باستمرار على فترات طويله في السنه او كده، يبقى الافضل عشان يوفر عليه، او في ناس ما تقدرش تشتري المحلول ده كل فتره، ممكن يعمل محلول الملح ده. المحلول الملح ده انا ممكن اجيب ربع لتر ميه اللي هو 250 سم واغليه كويس، عشان ما ينفعش استعمل ميه اللي هي الجاريه العاديه اللي في الحنفيه، لان ممكن تعمل اذى للاسف للجيوب الانفيه وتعمل التهاب او تنقل عدوى. فالافضل ان انا اعمل 250 سم ميه واغليهم كويس وبعد كده اسيبهم يبردوا. تمام. الحاجه الثانيه بحط عليهم معلقه ملح صغيره، ويفضل ملح يكون اللي هو الابيض الخشن، ملح البحر، ما يكونش فيه ملح الاكل، لانه ملح الاكل ده بيبقى فيه يود، واليود بيهيج حساسيه الانف او بيهيج الغشاء المخاطي للانف. ممكن احط عليه معلقه بيكربونات اللي هي موجوده عند العطار، لو متاح نحطها عليه. الناس اللي عندهم افرازات خلفيه احنا بنحب نزود معلقتين عسل صغيرين الابيض. الناس اللي هو عنده دايما في افرازات خلفيه بتنزل من الانف او بتجمع في الحلق، سواء عنده مشاكل في الجيوب الانفيه او عنده مشاكل اللي هي ارتجاع المريء الصامت، فممكن يزود معلقتين عسل ابيض. يبقى ربع لتر ميه، معلقه ملح اللي هو الابيض الحصى او ملح البحر، معلقتين عسل ابيض. لو انا جبت المحلول ده وجاهز عندي، انا بجيب محلول ملح العادي الصيدليه، وبجيب سرنجه 20 سم. لو الاطفال وكده نجيب سرنجه 10 سم، يعني دايما الاطفال والرضع خلينا في السرنجه اقل، الكبار يبقى سرنجه كبيره. يفضل في السرنجه لما نيجي نستعملها مع الاطفال نكسر الجزء الامامي عشان ما يعملش الم مع السرنجه، او في نفس الوقت ان انا ممكن اصدم الحاجز الانفي من جوه ولا حاجه فيعمل نزيف، فعشان كده بنحب نكسر البلاستيكيه دي. يبقى انا بستعمل السرنجه ومحلول الملح، او المحلول اللي انا جهزته، او المحلول الجاهز، او اكياس الالكا مصر اللي انا موجوده في البيت. طيب بغسل ازاي؟ دايما بفضل الغسيل بيبقى اتجاه السرنجه افقي مش راسي، افقي لجوه مش راسي. ليه؟ انا عاوز الغسيل يوصل لجوه في الجيوب الانفيه، في الفلور او الجزء اللي هو الاسفل في الجيوب الانفيه، يغسل لي كل الافرازات المتراكمه اللي هي مع الجاذبيه موجوده في الجزء ده. فانا بخليها كده بالظبط الاتجاه الدايركشن بتاعه كده تقريبا ناحيه الودن اهو، تمام، مش لفوق، يفضل نفس الافق. تمام. بيفضل ان انا اميل شويه ناحيه الجزء اللي انا يعني انا اغسل الفتحه دي اميل ناحيه الكتف الجزء ده، لو انا اغسل الفتحه دي اميل ناحيه الجزء ده، لكن ما ميلش لورا. تمام. ده الوضع الصحيح. يبقى انا عندي السرنجه الاتجاه بتاعها جوه افقي مش راسي. تمام. السرنجه بيبقى مكسوره في الاطفال عشان ما اعورش الحاجز الانفي والطفل ينزف مني. يفضل ان انا ادفعش مره واحده عشان ما توصلش الميه دي للاذن الوسطى تسبب الم شديد او التهاب في الاذن الوسطى او انقل العدوى. فيفضل ان انا اعملها بالراحه جدا، هي بتخش من الفتحه اللي هي اللي فوق دي
هتفضل تخش الميه تغسل وتلف من الفتحه التانيه وتنزل، هتلاقيها جت من الميه. ممكن في اول مره ما يحصلش الكلام ده لو في انسداد او الكلام ده، ومع المره التانيه او التالته تلاقي فيه الافرازات بتنزل والكلام ده كله. بعدها انا بنشف الافرازات دي من غير ما احزق جامد او انف جامد، عشان لو انا عندي التهاب او كده ما يوصلش للجيوب الانفيه اللي يوصل منها عن طريق الاذن الوسطى، يبقى عندي التهاب في الاذن الوسطى لا قدر الله. طيب بعمله كم مره؟ هو متوسط مرتين في اليوم كويس جدا جدا يعني. لو انت عاوز تزود، لو الدنيا قافله معاك قوي او في افرازات دايما بتتجمع، لكن هو مرتين في اليوم كويس جدا. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.